معاه كما تلاحظوا هنايا العطريه ديال الحوت. غندير معاه قزبور مطحون كيجي حتى هو رائع في المذاق. راه هاد الكفيته ما تشبعوش منها. وغندير شويه ديال الملحه، غندير شويه ديال الملحه باش هاد الكويرات ديال الحوت ديال الكفته نديرهم نيشان في الطاجين بلا ما ديرهم العطريه لا حتى شي حاجه. انا درت المكونات كاملين وغنضيف شويه ديال زيت المائده وغنطحن كل شيء، ومن بعد نوريكم الطريقه. وغنزيد معاهم الروز حتى كنطحن كلشي كنزيد مع الروز وكندير كويرات. وان شاء الله في الفيديو الجاي غندير لكم كيفاش تصايبوا الطاجين ديال الحوت كيجي رائع ديال السردين، كفيتات ديال السردين. الى فيديو قادم ان شاء الله. حيت دابا انا شنو كندير من يلا كنجيب السردين كنصايب الكفته ديالي وكنحطها في الفريغو. الوقت اللي قال لي راسي نصايب الطاجين ديال الكفيته ديال السردين كنجبد الكفيتات ديالي واجدين وكنصايب بهم طاجيني ساهل ماهل. الى فيديو قادم ان شاء الله. نتمنى ان الوصفه تعجبكم. هي الكفيته ديالي بعد ما طحنتها غندير ليها شويه ديال التحميره باش تعطي اللون ديالها يكون حميمه زوين، يجي اللون ديالها زوين غير شويه. وغندير الروز باش كما قلت لكم الروز ما يكونش طايب، الروز خضر عادي يعني ما طايب. كنخلطو معاها شويه يجي المذاق ديالو رائع جدا. صافي وكنخلطو الكل كيف ما كتلاحظوا. بعد ما خلطت كل شيء نتوما كتشوفوا كنديرهم دابا نيشان الفريغو حتى نبغي نصايب الطواجن ديالي وغنشاركو معكم ان شاء الله. نتمنى الفيديو يعجبكم، شاركوا في القناه ولايك الى عجبكم الفيديو. الى فيديو قادم ان شاء الله.